طيب الخط قطع. معانا ابو احمد من السعوديه، اتفضل الاستاذ ابو احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا مواطن عادي بقالي 26 سنه في السعوديه. بالنسبه للوضع يعني انا شخصيا يعني العيال حاليا بيتصلوا عليا مكويين بنار الاسعار. الدكتور اللي قاعد قدامك ده اللي اسمه يسري عزباوي بيقول لك مش عارف السعر ايه. يا اخي قول له بالله. طيب يعني مالكش علاقه بالضيوف، يعني هو انت بتقول ان الدكتور يسري قال بغض النظر عن الضيوف خلينا في الموضوع نفسه. واحنا لا ننكر الوضع الاقتصادي زي الزفت. طيب محدش نكر ده. انا بيتصل يا استاذ محمد. اتفضل يا حبيبي. يا استاذ محمد اتفضل يا استاذ. عيالي بيتصلوا بيا بيقولوا لي الاسعار احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب. وبعدين البلد طول ما موجوده فيها ناس زي كده لا يمكن هتقوم البلد اصلا فيها 3 مشاكل. اذا ال3 مشاكل دول هم اتحلوا مصر هتنهض وهتقوم. طيب ال3 مشاكل دول هم موجودين في الشرطه رقم 1، في القضاء رقم 2، في الاعلام الفاسد والناس اللي زي الدكتور يسري. لا يعني لا يعني انا اسمح لي بقى يعني لا انا مش هقول غير لا مش هقدر اكمل معاك المداخله. طيب مش هقدر اكمل معاك المداخله يا استاذ احمد لانك انت اسأت لضيفنا يجي يقولهم يعني انت اتجاهه وانتمائه ده لن اسمح لك بيه. بس لن اسمح لك بيه. حضرتك ما تتكلم باحترام. لا انت تتكلم باحترام معايا. انا بقول لك كده انت بتتهمنا بمهنيتنا. لا مش بتهمك في مهنتك. يعني انت الضيوف معروفه يعني انت واتصالات بالكنترول معروف. يعني انا بجيب لك اتصالات. انت مش طرف يا استاذ. يا دكتور انا بتكلم الاستاذ. يا دكتور انا بتكلم الاستاذ. انت مش طرف. انا بتكلم الاستاذ. يا استاذ احمد بعد اذنك يعني انت انا انت ما تتكلمش. انا بتكلم هو. انا بتكلم هو. استاذ احمد بعد اذنك. انت مالك استاذ احمد بعد اذنك. يعني هذا اتهام غير مقبول يا استاذ محمد. لو سمحت انا اقول لك من الاول عندك دليل. اي تجريح مرفوض. عندك دليل. انت تدخل ناس اتمنى تعتذر. انا اتمنى انا بتفترض الحياديه ولا بد ان تكون لم اسمح لحد انه يشتمك بس اتمنى منك انك انت تعتذر عن عن اتهامك لينا. انت جايبين ناس بتشتمنا. مصر برضه احنا جايبين ناس. مصر ان احنا جايبين ناس. يعني انت مصر. بقول لحضرتك انا انصحك نصيحه بس اذا كنت ترى بالفعل ان احنا بندخل مكالمات هاتفيه اتمنى الا تحضر هنا الى القناه مره ثانيه. لن احضر بعد ذلك لان هذا اتهام ده انصحك بفعل. لو انت شايف لو انت شايف يا دكتور لو انت شايف يريحك خلاص. لو انت شايف لو ده ريحك خلاص دكتور لو انت شايف ان احنا يا دكتور انت بتتكلم بتوجيه اسئله. انت شفتك في اي قناه حد يخش يشتم يا دكتور حد يخش يشتم لما شتمك انا قلت حضرتك حد يخش يشتم يا دكتور لما قلت حضرتك قلت هتلتزم. طيب لما هو تجاوز بهدوء مش هقعد في قعده وكاننا في الشارع. عفوا يا دكتور يا يعني ده ما يصحش. بهدوء خالص بهدوء. يعني انا حقك انا نهيت المكالمه معاه لان هو اساء واعتذرتك. لا مش هو لكن مساله لا انا اعتذرت لك وانا بعتذر لك بالفعل عن اي اساءه. اعتذر لك عن اي اساءه وردت من اي ضيف لكن اتمنى منك انك تعتذر عن قول ان احنا بندخل مكالمات هاتفيه عشان خاطر تسيء لضيوفنا وانها موجهه. اتمنى الناس اسمع منك اعتذار. انا اتمنى انكم تجيبوا ضيوف من وجهه نظر. اتمنى المكالمات بتجي لنا بشكل عشوائي. بس خلاص اتمنى انك انت تعتذر عن هذا الامر. خلاص اتمنى اسمع منك اعتذار. لا لن اعتذر. لن تعتذر. ايضا مشاهدينا الكرام يعني هذا اتهام غير مقبول. لم يتم اطلاقا توجيه اي مشاهد للاتصال واحنا بنتلقى الاتصالات بشكل عشوائي وهذا امر يعني يطعن في مهنيتنا بشكل مباشر. دكتور انصحك بالفعل اذا كنت ترى ان احنا مش مهنيين ومش محايدين وبنتلقى الاتصالات بشكل موجه لا تاتي الى القناه مره اخرى. وعلى فكره انا عندي كلمه انا لن اكون في اي برنامج في حياتي امام الزميل يسري العزباوي. طيب خلينا نتناقش. لا مش يبقى افضل. خلينا لو سمحت احنا بعد الكاميرا انا ممكن اسمعك كلام. خلينا يعني طيب خلينا نتكلم. انا قدام الكاميرا خلينا خلينا في محور النقاش. ما يتعلق بهذه المداخلات طرح المشاهدين فيها امر اعيد التنويه عليه مره اخرى.
نحن مشاهدينا الكرام لا نتلقى اتصالات هاتفية موجهة أو نجري اتصالات هاتفية بأي مشاهد حتى يتصل بالقناة، نحن في غنى عن ذلك، وإنما نفتح هذا المنبر الحر لكل المشاهدين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. وهذا أمر يبدو جليا وواضحا في أننا نتلقى نحن حتى مذيعي الجزيرة نتلقى اتصالات هاتفية تسيء إلينا نحن شخصيا، ونتجاوز عنها ونعفو عنها ونصفح عنها، وما يهمنا في النهاية هو أن تصل كل الآراء للمشاهد بشكل واضح ودقيق ومحدد. وعي المشاهد هو ما يهمنا في البداية والنهاية. أيضا ما يهمنا هو عدم الإساءة لأي ضيف. ضيوفنا كرام وأعزاء بنحترمهم ونقدرهم أيا كان انتماءاتهم وأيا كان توجهاتهم، ولن نقبل ولا نقبل أبدا لأي أحد أيا كان سواء من مشاهدينا أو من غيرهم أو حتى من المتصلين أن يعني يتداخلوا بأمر يسيء لضيوفنا الكرام. احنا جايبينهم هنا عشان خاطر نسمع آرائهم، ومش جايبينهم هنا عشان خاطر يهانوا أو بأي شكل من الأشكال. والإهانة التي وجهت لأحد ضيوفنا أنا اعتذرت عنها شخصيا لضيفنا، على الرغم من أنني أشعر أنه أساء كثيرا إلي أنا شخصيا وإلى القناة إساءة بالغة، لكن كعادتنا نحن قلوبنا واسعة ونعفو ونصفح ونتجاوز عن كل الإساءات التي توجه إلينا بشكل أو بآخر. وضيفنا الدكتور يسري كان معانا في أحد الفقرات اللي كان فيها مداخلات هاتفية من آراء متباينة، منها ما هو مؤيد لرأيه في حلقات الخاصة بمناقشة الوضع في سيناء، وهو استمع لها جيدا وعقب عليها وكان يعني مرحبا بها أثناء عندما كانت تقال. فأنا فقط أؤكد على هذا المعنى، وهذا أمر لا أحتاج إلى التأكيد عليه مرة أخرى لأنني في غنى عن الحديث عنه مرة تلو الأخرى، لأن هذا هو نهجنا بشكل أو بآخر.